السلام عليكم متبعين ديالي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير؟ اموركم لاباس؟ كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اليوم شاركت معكم واحد الخرجه للسوق، وشوفوا ليا لقيت كلشي توابل وداكشي ديال العطريه والاعشاب، كلشي لقيتو زعما في السوق هنا في فرنسا. صراحه في الطاليان ما كاينش عندنا هادشي. مي هنا اللي حاجه اللي بغيتيها هي المورينغا، اي حاجه اللي جات على البال ديالك لقيتها في هذا السوق. في الاعشاب هي الفواه، شحال من حاجه. المهم كلشي كيتبارك الله ما شاء الله. واليوم غنشارك معكم الوجبه ديالي، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. واليوم بغيت نهضر لكم على الموضوع اللي كيعني كل وحده منا، هي الراحه. شحال مره قلتي انا مرتاحه هنا، ما بغيتش نتغير؟ شحال مره لقيتي راسك غارقه في شي روتين وكتقولي علاش غنغامر، علاش راه كلشي مزيان كيف ما هو. هذا الاحساس اللي كتسميه الراحه هو اللي كينحبس عليك بزاف ديال كيحبس بزاف ديال الناس وكيخليهم يبقاو في نفس البلاصه ديالهم. ونقول لك واحد الحاجه، بان الحقيقه ان ديك الراحه اللي انت كتعيشيها اليوم راه ماشي راحه، راها وهم. منطقه الراحه بحال واحد الدائره كتخليك تدوري فيها بلا ما تخرج، كتكري نفس العادات نفس الروتين. هي صحيح هاد المنطقه كتخليك مرتاحه لانك ما كتغامريش، ما كتعرضيش راسك للفشل وما كتواجهيش المجهول. لكن فكرتي شنو الثمن اللي كتخلصي مقابل هاد الراحه؟ حياتك كتمر بلا تغيير، بلا نمو، وبلا ما تحققي الاهداف اللي انت كنتي كتحلمي بها. شوف، ما غنكذبش عليك، الخروج من منطقة الراحة ماشي ساهل. طبيعي تحسي بالخوف ملي كتفكري تبدا حاجة جديدة، الخوف من الفشل، من انك تواجهي شي حاجة ما كتقدريش عليها. ولكن واش عارفة شنو الفرق بين الناس اللي كيحققوا النجاح واللي كيوقفوا؟ الفرق هو انهم ما كيخليوش هذا الخوف يوقفهم، بالعكس كيتحركوا رغم الخوف. الناس كتخلط بين الخروج من منطقة الراحة والمجازفة، ولكن باش تبداي التغيير ماشي ضروري تقفزي قفزة عملاقة. السر هو انك تبداي بخطوة صغيرة، مثلا تعلمي شي حاجة جديدة، لغة، مهارة او حتى هواية. غير خطوة وحدة كافية باش تهزك من المكان اللي انت كنتي واقفة فيه. مع الوقت هاد الخطوات الصغيرة كتصبح عادة وكتولي انسان مختلف. خليني نعطيك مثال بسيط اللي كنعطيك كل مره ديال شي وحده بغات تلعب الرياضه. كتقول ما عنديش الوقت وما غاديش نقدر، لكن ملي تتقرر تبدا غير بجوج دقائق تمرين في النهار، كتبدا يولي اقوى من الوقت مع الوقت، وكتولي الرياضه جزء من الحياه ديالها. نفس الشيء كينطبق على اي حاجه اخرى. الخطوه الصغيره كتعطي نتائج كبيره، ولكن خاصك تبداي. حيت ملي كتخرجي من منطقة الراحة ديالك كتعطي لنفسك فرصة باش تكتشفي اشياء جديدة، باش تطوري، باش تعيش حياة مختلفة. النجاح ما كيجيش بالسهولة، ولكن الاحساس اللي كتحسي به ملي كتحققي هدف كنتي خايفة تواجهيه راه كيستاهل. دابا بغيتك غير تسولي راسك، اشنو هي الحاجة اللي حابسك عليها انك ما ديريش ديك الحاجة اللي انت بغيتي ديريها؟ اشنو هو الهدف اللي كتشوفيه بعيد وصعيب؟ ما تخليش الخوف يشدك بلا ما تحركي. بدا غير بخطوة صغيرة واليوم، حيت اي تغيير كبير كيبدا بخطوة وحدة وصغيرة. والقرار ديالك اليوم يقدر يبدل حياتك كاملة. الراحة راه وهم والتغيير هو الحقيقة. ما تخليش حياتك تبقى هي. خرجي من دائرة الراحة وعيشي الحياة اللي انت كتستاهليها. بداي اليوم وحطي اول خطوة، وانت كتستاهلي كل شي الحاجات الزينة. كتستاهلي انك تعيشي احسن حياة. انت خلقتي باش تعيشي سعيدة. ان شاء الله كنتمنى ان هاد النصائح ينفعوك وتعملي بهم. ايوا بداي حياتك وبداي تفكري مثلا خارج الصندوق. خرجي من منطقة الراحة ديالك وان شاء الله القرار ديالك، ولكن البداية والقرار ديالك، ولكن راه الله غيساعدك وغتزيدي للقدام وغتحققي داكشي اللي بغيتي. كنتمنى ان هاد النصائح ينفعوك وديري بهم.